السلام عليكم، شلونكم حبايب؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله الكل والجميع بخير يا ربي. اليوم جايتكم حبايب بكبسة سعودية، من الكبسات السهلة والسريعة واللي ما تاخذ أي وقت. والكبسة لازم تسجل أكيد بقائمة رمضان ويا الدولمة والبرياني، ولازم تكون على سفرنا بشهر رمضان الكريم. والله والأحلى بيها سرعتها، ساعة واحدة وكل شي جهز وكمل. قبل لا ندخل على المكونات نسمي بسم الله ونصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه مكوناتها: بصل مثروم، ثوم مهروس، جزر مقطع شرائح، طماطة مثرومة ناعم، بهارات الصحيحة، نوم بصرة، ورق غار، هيل، قرنفل، دارسين، كبابة، فلفل أسود، البهارات المطحونة، كركم، 7 أبهار، كاري، كمون، وهيل وبابريكا، و4 أكواب من الرز المنقوع، ودجاج مقطع. وهذه مكوناته. لا تقولون البهارات كلش هواي، لا، لأنه الكبسة تتحمل بهارات وهي لذتها وطعمها بالبهارات. هذا الرز وهذا الدجاج مغسول غسل زين بالطحين والملح والخل الأبيض والليمون. هذا كل مكوناتها. هسه نخلي زيت، هاي خلينا زيت بالقدر، ونخلي نص الكمية من الجزر. هاي نقلبهم إلى أن يذبلون ويتغير لونهم، بس ما يتغير لونهم كلش، لا، مجرد هيك يذبلون، يعني تغيير بسيط. هاي نقلبهم، شوف شلون صار لونهم. نرفعهم من الزيت، كلها الرفعة. صلوا على محمد وآل محمد. بنات استغفروا حوقلوا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رفعنا كل الجزر. هسه نضيف البهارات الصحيحة أول مرة، نقلبهم لمدة يعني ثواني، دقيقة، أقل من دقيقة، إلى أن ريحتهم تطلع. هذه الخطوة كلش مهمة بنات. زين، هذه الخطوة ما نقول سر يعني، لا، مثل ما قلت لكم الأكل ما بي أي أسرار. زين، بس هي خطوات نمشي عليها. من بعد ما طلعت ريحة البهارات نضيف البصل. هذا البصل نضيفه ونقلبه إلى أن يذبل وياخذ لون. هاي التقليبة ياخذ لون الذهبي الحلو. زين، على كيفنا. طبعا الكبسة كلها تحبها ما شاء الله، والكبسات عدة طرق يعني، اي اكو بالخضار باللحم، ان شاء الله ان شاء الله كلهن نسويهن مع بعض ان شاء الله. بس هذه نبدي هسه. هاي ضفنا الثوم، ثوم مهروس، نقلبهم إلى أن يذبلون وتطلع ريحة البصل والثوم ويا البهارات الصحيحة. هاي شوف شلون ذبلوا. هنا نضيف الطماطة. نضيف الطماطة بنات لأن شلون تسبك الطماطة، يعني تستوي، لا تبقى يعني ما مستوية، لا أن تسبك يعني. بهذه الطريقة طلعت ريحتها وطلعت ريحة البهارات. نضيف البهارات المطحونة، نقلبهم ونضيف باقي الجزر. هاي نحمسهم حمس زين. لا شي ياخذ من شي من البهارات الصحيحة المطحونة يسبكون. نضيف معجون، معلقة ونص من المعجون ضفت. أنا ما خليتها ويا المقادير، نسيت،
هاي معجون نضيف 1.5 يعني ملعقة كبيرة. نقلبهم. نضيف الدجاج، سهلة وسريعة، يعني بجدر واحد وتخلص القصة. هاي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الدجاج ضفناه، ما نقلبه خلاص بنات، بس نخلي الدجاج نضيفه، نخلي مي حار. شوف شلون الدجاج مغسول ما شاء الله. يعني من أغسل الدجاج يعني لازم يعني أتعب عليه. هذا المي ضفناه إلى أن يغطي الدجاج. نحركه تحريكة بسيطة. هاي نحركه ونغطيه إلى أن يستوي الدجاج عندنا. الملح بهذه المرحلة لا ما نضيفه، أخير شيء نضيف الملح. هاي هنا خلاص ضفنا الدجاج، نغطيه ونبقيه لمدة 45 دقيقة 40 دقيقة إلى أن يستوي. من استوى نضيف الملح. هسه بهالمرحلة هذه نرفع الدجاج، نخليه بالفرن بس نحمره، بس من الوجه نحمره. هاي نرفعه، من الرفعة نضيف الرز. هذه بالفرن يعني تحميرة بسيطة. هذا الرز نضيفه ونقلبه. بنات حتى أنا هسه أنتوا شوفوا، شوف كمية المي، ما راح أضيف أنا أي مي عليه، بس يغلي غلوتين خلاص أهدره، خليه يستوي على البخار. هذا الدجاج خليته بالفرن يتحمر. وهذه قبل لا أهدره للتمن أضيف الجزر اللي قليته أول مرة ويا اللوز. هذه وأغطيه خليه يتهدر على راحته. هاي خلصت طبختنا ما شاء الله. إن شاء الله بنات استفادتوا من هذه الوصفة السهلة سريعة بسيطة، بس شنو طيبة بشكل والله ما أقولكم، ريحتها وطعمها يعني العائلة كلش حبتها. إن شاء الله تستفادون من عندها، سووها وعلينا وعليكم بألف عافية. لهنا حابة أقولكم مع ألف سلامة.